السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بأوراق الفراخ جديدة وحلوة جدا، وحاجة كده يعني تغيير في الوصفات، وان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنا دي شكل الفراخ بعد ما استوت. ويلا بينا ندخل على الفيديو، بس يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعة، عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو معانا. اول حاجة هنا كده انا معايا اوراق الفراخ كده جايباها تكون ماسكة نفسها وكبيرة شوية. اهم حاجة تكون كبيرة والجلد بتاعها يكون سليم. لازم تخلي الراجل يخلي الجلد بتاعها سليم. قولي له انا هحشيها فعايزه الجلد يكون سليم خالص. انا هعمل الاوراق دي النهارده محشيه رز يا جماعه، زي الرز بتاع الحمام والفراخ البلدي كده، وهتبقى تحفه جدا. تابعوا الفيديو للنهايه وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اول حاجه هنا انا جبت بصلايه كده عملتها بالمبشره، وطماطميه برضو بشرتها، وهتبل بيهم كده الاوراق قبل ما احشيها رز. وحطيت عليها فلفل اسود وشوية بهارات وشوية ملح، وكده بدعكم في بعض. ما بحطش بس غير السبع بهارات والفلفل الاسود والملح. وبعد كده بحط كده بين الجلد واللحم واتبل بيها كده الاوراق بتاعه الفراخ بتاعتي. والطريقه دي انا بعملها في كل وصفات الفراخ والبط والفراخ البلدي والحمام واي حاجه فيها طيور يعني. بتخلي طعم اللحمه بتاعه الفراخ بتبقى حلوه جدا. وبسيبها كده مثلا حوالي يعني اقل حاجة نص ساعة عشان تشرب من التتبيلة بتاعتها. كده انا سبتها حوالي ساعة، وتدي كده طعم للفراخ بتاعتنا يكون حلو اهو زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. وبعمل كل كمية الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بجيب كده صينية عندي، بقطع كده بصلتين جوانح او جوليان، وبحط عليهم فلفل اسود وملح وشوية بهارات، وبدعك البصلة حلو جدا مع بعضها. وبعدين عندي فلفل الوان كده، لو مفيش الوان ممكن اخضر عادي، وبحطهم برضو مع البصل كده وبدعكهم مع بعض. والطماطم برضو مقطعها بنفس الطريقة، بس ما بدعكهاش كتير عشان ما تتهريش. وبحط بقلب كل الكلام ده مع بعض وبفردهم كده في الصينية، وبشيل شوية كده على جنب عشان اعمل لهم احطهم على الوش. عفوا يا جماعة انا وقفت تسجيل عشان الاذان كان شغال. والخطوة التانية اللي بعملها معاكم، انا جبت طاسة كده فاضية على النار، وحطيت فيها معلقتين من السكر هكرملهم كده عشان اعمل الخلطة بتاعة الرز بتاعة حشو الفراخ بتاعتي. هتبقى خلطة تحفة قوي يا جماعة، جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. تركة كرملة شوية السكر كده، وبعدين تحطي عليهم البصل المفروم، بيخلي طعمها في حتة تانية، بتبقى كأنك بتاكلي كده حاجة في مطعم، يعني زي كده الديك الرومي اللي بيبقى محشي في المطاعم بيبقى طعمه حلو قوي. دي ان شاء الله هتبقى احلى منه كمان. وبعدين بقلب كده البصل بتاعي مع السكر، وبعدين بحط عليهم معلقة زبدة كبيرة كده، وبقلبهم مع بعض. انا مش بحمر البصلاية. وبعدين هنزل عليهم كده بالرز بتاعي على حسب بقى، يعني انتي زي ما انتي عايزة. انا زودت شوية كده صغيرين حشيت بيهم، والباقي سويته كده واكلناه لان هو طعمه حلو قوي. وبعدين بحط بقى الملح بتاعي المظبوط، وبحط شوية فلفل اسود وشوية بهارات او تقريبا قرفة. لازم القرفة، بحط نص معلقة قرفة كده اهي، دي قرفة. وشوية توم باودر صغيرين بيدي طعم حلو قوي برضو. وحطيت كده بشرت حتة جوز الطيبة صغيرة جدا، وبقلب كده كل الكلام ده مع بعض.
وحطيت شوية كركم وشوية كاري عشان يدي لون برضو حلو للرز بتاعنا. ودي مكعب مرقة دجاج عشان انا ما كانش عندي شوربة اعمل بيها الرز، لو في شوربة برضو هتبقى حلوة قوي. وبعدين زودت كده يعني حوالي نص كوباية مية عشان انا عايزة اسوي الرز بتاعي، يعني يا دوب كده يبقى لسه ما استواش، حاجة بسيطة قبل ما احشي بيه الاوراق بتاعتي. وانا يعني في اللقطة اللي فاتت دي انا حطيت معلقة صويا صوص، بس ما جاتش للاسف في التصوير. برضو بتبقى حلوة قوي في الخلطة بتاعة الرز بتاع حشو الفراخ. واهو بجيب بقى طبعا انا ببقى مفرغة الجلد كده بين الجلد واللحم، وبحشي كده بحط كده حوالي معلقة او معلقة ونص على حسب قد ايه معاكي الورك بتاعك. وبفرد كده زي ما انتم شايفين، انا مش بحط كتير عشان ما يفرقعش مني. كده كده هسويه في صينية يعني في الفرن اهو زي ما انتم شايفين معايا. يعني هي الطريقة دي شبيهة شوية للحمام الكذاب، بس طبعا مش بنخلي بقى الفراخ الاوراق ولا اي حاجة، ودي اسهل بكتير وعطت للفراخ طعم حلو قوي تحفة، يعني عجبهم كلهم بصراحة. اهو زي ما انتم شايفين معايا بحاول ان انا يعني كده اوزع الرز بتاعي تحت الجلد كله عشان يدي طعم حلو للحم بتاع الوراك كلها. اهو من بره كده بحاول ان انا اوزع. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. وبخلص كل الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة. اهم حاجة زي ما قلت لكم الفراخ تبقى ماسكة نفسها، ما يكونش يعني سنها صغير، تكون كبيرة شوية، او الفراخ الاوراق تكون كبيرة شوية والجلد يكون سليم، ما يكونش فيه حاجة مقطعة. اهو خلصت كل الكمية بتاعتي وحطيتها كده في الصينية بتاعتي. لو حابين تحطوا اي خضار، بطاطس، كوسة، ممكن تنفع برضو، بس انا عملتها كده عشان عايزاها تبقى زي المشوية. وحطيت باقي الخضار بتاعي الخلطة ديت على الوش كده منها، وبعدين هغطيها بقى وادخلها الفرن، ممكن بورق فويل او بصينية تانية ألمونيا تغطيها بيها وتسويها كده على نار يعني متوسطة على على اول رف من تحت خالص. وبعد كده تولعي لها الشواية تاخد لون، وهنا بحط لها فحماية، احنا بنحب طعم شوي الفحمة قوي كده في الفراخ فبيديلها طعم حلو قوي. اهو زي ما انتم شايفين كده، شايفين طلع لونها حلو قوي. انا قبل ما تحمر كده شويه حطيت بس برضو المقطع ده ما جاش معاكم، حطيت معلقه زيت كده، زيت زيتون على معلقه بابريكا، ودهنت الوش كده بالفرشه بتاعتي فعطى اللون الحلو ده. وعملت مع الفراخ دي شويه رز بسمتي كده مبهر، انا عملته معاكم قبل كده، يعني لو حابين تشوفوا طريقته برضو على القناه. واهو شايفين بفتح كده الورك معاكم، كان الرز مستوي وطعمه تحفة يا جماعة، مخلي اللحم حلو قوي والفراخ مستوية ومفيش بعد كده. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم، ما تنسوش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.